احتل المركز الأول في شباك التذاكر المصرية فيلم عبده موتة محققا إيرادات وصلت إلى 17 مليون جنيه مصري، والفيلم بطولة محمد رمضان ودينا وحورية فرغلي، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج إسماعيل فاروق، والفيلم إنتاج محمد السبكي. تدور أحداثه حول بلطجي يعمل في تجارة المخدرات بعد أن يفقد والديه في ظروف غامضة. واحتل المركز الثاني في فيلم الآنسة مامي محققا إيرادات وصلت إلى 12 مليون جنيه ومصري، والفيلم بطولة ياسمين عبد العزيز وحسن الرداد وانتصار، والفيلم تأليف خالد جلال وإخراج وائل أحسان، وإنتاج أحمد سبكي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية. وجاء في المركز الثالث فيلم 30 فبراير، والفيلم بطولة أيتن عامر وسامح حسين، وبلغت إيراداته نحو 2 مليون وربع، والفيلم تأليف صالح الجهيني وإخراج معتز التوني، وإنتاج دولار فيلم. تدور قصة الفيلم حول اثنين يلزمهما دائما سوء الطاعة، اللي هما نور هي أيتن عامر المراسلة في إحدى القنوات الأخبارية التي دائما يصطفها سوء الحظ كبير في أعمالها، والثاني هو سامح حسين ذلك الشاب التي في كل تقرير يتعرض للعديد من المشاكل والمواقف السيئة، إلى أنه تحدث بعض المفاجآت تغير حياته فجأة للأفضل. وجاء في المركز الرابع فيلم ساعة ونص محققا إيرادات بلغت 8 مليون جنيه مصري، والفيلم بطولة العديد من النجوم منهم سمية الخشاب وأحمد السعداني وماجد الكدواني وأحمد الفيشاوي وأحمد فلوكة، والفيلم تأليف أحمد عبد الله وإخراج وائل أحسان، والفيلم إنتاجه أحمد السبكي. تدور أحداث الفيلم حول حادث قطار العياط الذي اشتعلت فيه النيران عند منطقة العياط. وجاء في المركز الخامس فيلم مهمة من فيلم قديم محققا إيرادات وصلت إلى 2 مليون جنيه، والفيلم بطولته فيه عبده وأدوارد ولطفي لبيب، وتأليف محمد فاروق وإخراج أحمد البدري، والفيلم إنتاج السبكي في إطار درامي كوميدي. تدور أحداث الفيلم الذي يتناول فيه استعراض أرواح عدد من النجوم والمشاهير المصريين الذين تركوا بصمة قوية في ذاكرة السينمائية والجماهير. وجاء في المركز السادس فيلم بارتيتا محققا 553,000 جنيه، وهو من بطولة سندة عروش وعمرو يوسف. وجاء في المركز السابع فيلم جواز اللعبة جوه اللعبة محققا 460,000 جنيه، وهو من بطولة مصطفى قمر وريهام عبد الغفور.